اخوان السلام عليكم. كما كنعرفوا الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الكرواتي باقي له اقل من 48 ساعه، لذلك في هذا الفيديو هذا غادي نعطيو بعض الاحصائيات على المنتخبين بجوج. في الاخر غادي نعطيو واحد التوقع على التشكيله المحتمله اللي ممكن ان وليد الركراكي يدخل بها. هي تشكيله ممكن ان حسب راينا تكون معقوله، ولكن تبقى الوليد الراي ديالو. المهم قبل ما نبداو السؤال اللي ممكن نطرحه هو واش ممكن اننا نربحوا كرواتيا؟ واش عندنا الامكانيات باش اننا نربحوا كرواتيا؟ لذلك بغيتكم تخليو لي التوقع ديالكم نتيجه المباراه في التعاليق. نمشيو على بركه الله ونتعرفوا على بعض الاحصائيات ديال المنتخبين بجوج. عندنا المنتخب الوطني المغربي، التاريخ ديالو في كاس العالم 6 ديال المشاركات. التاريخ ديال كرواتيا شحال شارك من مره؟ حتى هو 6 ديال المشاركات. امتى شارك المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم؟ مونديال المكسيك 1970 كانت اول مشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي. موراها ديال 86، موراها ديال 94، عاد ديال 98. ولكن امتى كانت المشاركه الاولى ديال المنتخب الكرواتي؟ كانت في 98 اول مشاركه لي. ولكن الجميل في الامر والمفاجاه وهي من منتخب كرواتيا حتى الرتبه الثالثه. احنا الانجاز ديالنا في كاس العالم هو الدور الثاني في 86، ثاني مشاركه ديالنا الدور الثاني. دونك كرواتيا لحد الان كتفوق علينا، عندها انجاز اول مشاركه الرتبه الثالثه. شنو هو الانجاز الثاني ديال المنتخب الكرواتي في كاس العالم؟ هو 2018 مونديال روسيا. اش من رتبه احتلت؟ الثانيه. اللهم بارك، جوج ديال الانجازين اللي هما كبار. واش عمرها دات كاس العالم؟ طبيعه الحال لا، بحالنا بحالها. دونك بالارقام هنايا بهذه المقارنه هذه حنا عندنا 6 ديال المشاركات، هما 6 ديال المشاركات. الكفه ديال كرواتيا هي اللي مرشحه باش انها تفوز في هذه المباراه هذه نظرا للخبره ديالها في المباريات ديال كاس العالم. بكل واقعيه كرواتيا هي اللي ممكن انها تربح هذا الماتش هذا، ولكن هذا لا يقلل من المنتخب الوطني المغربي. نزيدو نشوفوا بعض الاحصائيات اخرين. الكلاسمون ديال المنتخب الكرواتي حسب فيفا هو 12. حنا شحال؟ 22. حتى لهنا كرواتيا راه غادا احسن منه. المهم نمشيو. القيمه التسويقيه ديال المنتخب الكرواتي شحال؟ 378 مليون يورو. حنا شحال؟ قبل ما يتصاب حارس كانت 251 مليون يورو، دابا 241 مليون يورو. كلشي هذا الشيء هذا كيبقى غير ارقام كترشح فيه الكفه ديال كرواتيا بواحد 60%. حنا كتبقى لنا واحد 40%. واش ممكن اننا نربحوا هذه المباراه؟ قبل كل شيء قيمه ولا الجوده ديال اللاعبين اللي عند المنتخب الكرواتي نفسها نفس القيمه اللي عند حتى هما كيمارسوا في الدوريات الاوروبيه الدوريات الكبرى. حنا عندنا لاعبين حتى حنا تيمارسوا في الدوريات الكبرى ايضا، ولكن فين كتكمل القوه ديال المنتخب الكرواتي؟ فين وفين نكملوا القوه ديال المنتخب الكرواتي في وسط الميدان. انا نقول لكم بروزوفيتش، كوفازيتش، مودريتش، انتر ميلان، تشيلسي، مدريد. اللهم بارك. حنا نوردينا مرابط، فيورنتينا، وناحي انجي، سامدوريا، الصابير، سليم امله عليه نقاش في الاخر باش نحسموا في هذه المساله. هو ديال المنتخب الكرواتي كما قلت لكم في وسط الميدان. هاد الثلاثي هاد بروزوفيتش، كوفازيتش، ومودريتش القوه ديالهم تكمن الا خليتي لهم المساحات كاينه الخطوره. هذه حاجه واضحه، وكاع المباريات ديال المنتخب الكرواتي اللي تفرج فيهم مزيان واللي تيتفرج في مدريد والستيل جو ديال كوفازيتش مثلا ومودريتش راه هي في المساحات. تخلي المساحات راه ما تربحش الثنائيات معاه، كون اكيد. لذا شنو هو المطلوب من وليدات ديال وليد الركراكي هنايا في هذه المباراه هذه؟ خاصنا نربحوا الصراع على مستوى وسط الميدان. هذه المباراه ضد المنتخب الكرواتي كامله غتجرى وسط الميدان. الا ربحنا حنا غير 80% من الصراعات داخل وسط الميدان وحاصرنا هذا الثلاثي هذا، فرحنا قطعنا واحد الشوط داخل المباراه. وممكن اننا نتجاوزوا كرواتيا بواحد النتيجه اللي هي مهمه الا شددنا الخناق على هذا الثلاثي. وغير مودريتش بوحدو مع المنتخب الكرواتي عنده 23 هدف. حنا واش عندنا نصيري اللي هو هداف ماشي تا وسط الميدان، واش عنده 23 هدف مع المنتخب الوطني المغربي، زياش اللي عنده 18 باش نكون واضحين. نرجعوا عاوتاني لنقطه القوه ديال المنتخب الكرواتي. بيريزيتش بوحدو شحال عنده من بيت في كاس العالم؟ عنده 9 ديال الاهداف مع المنتخب الكرواتي، 5 ديال الاهداف في كاس العالم. عطيني شي لاعب داخل المنتخب الوطني المغربي عنده 5 ديال الاهداف في كاس العالم. نصيري بوحدو اللي مشارك حاليا مع هذه المجموعه اللي عنده هدف واحد في 2018 اسبانيا. كل واقعيه اذا بالارقام كترشح المنتخب الكرواتي علينا، ولكن بكل واقعيه خاصنا نهضروا بان الارقام ما كتربحش. دائما هناك مفاجآت في كره القدم لانها واحد اللعبه اللي هي جماعيه. الا كان التركيز 100% ديال المنتخب الوطني المغربي فكون اكيد باننا غادي نربحوا. تنهضر على التركيز 100%، ما تنهضرش انا على مثلا التركيز ديال 11 لاعب اللي داخلين في المستطيل الاخضر. هادوك خاص يكون ماشي غير 100%، خاص يكون 1000% داخل المباراه. فاش تعطى الانطلاقه ديال المباراه خاصنا نكونوا في اتم التركيز ديالنا، ولكن خاصنا اللاعب اللي هو 12 وليد الركراكي يكون في التركيز ديالو ويدير تبديلات في الوقت ديالو وخطه ديالو اللي تطبق. طاقم تقني هو يكون مركز، البدلاء او الدكه هي تكون مركزه مزيان. هاد المباريات هذه تتلعب على التفاصيل اللي هي صغيره. حنا الا ربحنا بعض التفاصيل صغيره ضد المنتخب ممكن اننا نتجاوزهم ماشي غير بهدف ولا هدفين. راه المنتخب الكرواتي هو واحد المنتخب اللي هو ضعيف في هاد الاربع سنوات مقارنه مع سنه 2018. راكم ملي شفتوا المستوى ديال المنتخب الكرواتي راك تخلع في ذاك الوقت.
اما دابا راه المنتخب اللي هو قوي، ولكن مقارنه مع 4 سنوات الماضيه راه كان واحد تبارك الله اللهم بارك. نجيو نهضروا على المنتخب الوطني المغربي. حنا القوه ديالنا هضرنا على القوه ديال المنتخب الكرواتي، كاين اللي غادي يقول لك بالغ في القوه ديال المنتخب الكرواتي. حتى حنا عندنا القوه ديالنا. شنو القوه ديالنا؟ حنا ماشي في وسط الميدان. الا هضرنا مثلا على عز الدين أناحي، عز الدين أناحي تبارك الله اللهم بارك من افضل المراوغين ومن افضل وسط الميدان اللي كاينين في فرنسا في الدوري الفرنسي، اللهم بارك. كيفرابي من خارج المربع، لا هو لا سالم املاح لا ديك، اللهم بارك. القوه ديالنا هي في التمريرات ديال حكيم زياش. الا استغل من نصيري ولا حمد الله فممكن اننا نشوف المباراه تخرج اكثر من هدف المنتخب الوطني المغربي. القوه ديالنا ايضا في التوغل ديال حكيمي وفي التوغل ديال بوفال. هنا كاين نقاش على بوفال في هذا الماتش هذا. خاص بوفال ان فوا يبان له التمريره خاصو يمررها في المرتده، ما كاينش المراوغات، كاينين تمريرات للاصدقاء ديالك. هذا الشيء هذا هو اللي خاصو يكون. الا بغينا نربحوا بحال هاد الماتشات خاصها التفاصيل الصغيره خاصنا ما نتجاوزوهاش. بوفال حنا ما محتاجينش داك السيل جو اللي تتلعب به انت، حنا ما محتاجينش نديروا الاستعراض، حنا باغيين 3 بوين باش نبداو بواحد الانرجي جديده بواحد الدفعه اخرى تخلينا نواجهوا بها بلجيكا اللي هو من اقوى المنتخبات اللي غنديروا عليه تا هو فيديو جديد. راه هاد الماتش هذا هذا الماتش هذا بون الدراري بغيتكم تخليوا لي التوقع ديالكم بالرجوله. انا ما بغيتش نعطي شي توقع النتيجه ديال المباراه بالارقام، راه المنتخب الكرواتي هو اللي لعب، ولكن بالواقعيه وباللعب راه الاحتمال ديال 50% 50% تيبقى للمنتخبات. حنا ما حاقرينش اللاعبين ديالنا، حنا عندنا لاعبين اللي هما لاعبين كبار، راه كما قلت لك التفاصيل اللي هي صغيره خاصنا نلعبوا عليها في هذا الماتش هذا. الا لعبنا عليها غادي نربح. فين كاينين نقاط الضعف ديال المنتخب الكرواتي؟ نقاط الضعف ديالو كاينه في الدفاع، راه ماشي شي دفاع عاوتاني، حتى حنا راه ما عندناش شي دفاع عاوتاني. باش نكونوا واضحين اغلبيه ديال المدافعين ديال المنتخب الكرواتي اللي تفرج في الماتشات الاخرين، انا كنهضر على الناس اللي كيتفرجوا في الكره، هاد اللاعبين هادو راه ان فوا كيدار عليهم واحد الضغط راهم حتى هما كيلجؤوا كما كيلجأ سايس واكرد للعرضيات والكره الطويله، راه ما كيعرفوش انهم يخرجوا بالكره الا تحت الضغط. شكون اللي كيخرجهم من تحت الضغط؟ هو كوفازيتش ومودريتش وبروزوفيتش. الثلاثي هادو الثلاثي هادو لا ربحنا خط وسط الميدان راه حنا ربحنا كل شيء. السؤال المطروح واش شكون اللي غادي يبادر للضغط؟ دابا السيل جوج مدرستين كرويتين مختلفتين ولكن راه نفس اللعب. كيفاش؟ كرواتيا كتستحوذ 4-3-3، حنا كنلعبوا ب 4-3-3 من العهد ديال هيرفي رونار ولا شنا كاس العالم الاخر، راه حنا حتى حنا كنديروا الضغط وحنا تنرجعوا وكنديروا الاستحواذ على لعبه نفس الستيل. ولكن واش والد الركراكي غادي يضغط على كرواتيا؟ هذا هو السؤال. الا استحوذت كرواتيا على كره واش حنا غادي نضغطوا عليها؟ الا خرجتي ضغطتي على كرواتيا عود بانك راك ما نكملش، لان التمريرات ديال مودريتش خلف المدافع راه باينه. التمريرات اللهم بارك، انا راه ماشي مدريدي ولكن غير مودريتش بوحدو راه حل داخل الفرق، هو بوحدو يعطيك 10 ديال الحلول. زيد عليها انهم تيركزوا على التمريرات خلف المدافعين بزاف. حنا المنتخب الوطني المغربي عندنا دفاع اللي هو متوسط، ماشي لا باس به، ماشي حسن جدا وماشي مستحسن وماشي كذا، متوسط باش نكونوا واضحين. علاش متوسط؟ غالبيه الاهداف اللي جاونا لا في التصفيات ديال كاس العالم لا في التصفيات ديال كاس افريقيا دائما خلف المدافعين. نيف اكرد وسايس بجوج كيلعبوا غوشي، سايس كبر شويه نيف اكرد، ولكن هادشي ما تيقللش منه. ممكن ان هاد الاخطاء ما نشوفوهاش في مباريات اللي هي كبيره، وكنتمنى المهم نرجعوا التشكيله اللي ممكن انه يبدا به ولتر. شنو هي؟ بداو بحراسه المرمى. حراسه المرمى عندنا ياسين بونو، هذه معروفه ما تخرجش على ياسين بونو. الدفاع معروف شكون اللي غادي يلعب، ما نهضروش على اشرف داري، ما نهضروش على بانون، ما نهضروش على ليامي، اكرد وسايس. هاد الثنائيه ناجحه عندنا في المنتخب الوطني المغربي، واخا قلنا بانه دفاع لا باس به، ولكن لازم عاوتاني دخلتي اكرد ولا ليامي ولا بانون ما يبقاش متوسط. باش نكونوا واضحين حنا عارفين النيفو ديال هاد اللاعبين ونكونوا واقعيين، من جاملو حتى واحد كاينش مجامله. هذا المنتخب الوطني المغربي نقولوا الحق اللي خاصو يلعب خط وسط الميدان ثلاثي من تتكون. الثنائيه الناجحه في خط وسط الميدان هي سليم املاح وعز الدين أناحي وكاسور اللي هو نور الدين امرار. ما تقولش لي يحيى جبران ولا تجيب شي لاعب. سليم املاح نظرا للاصابه الطفيفه اللي تيروج لها وسائل الاعلام هو والياس الشاعر وزكريا ابو خلال، فممكن ان ما نشوفوا سليم املاح وغادي نشوفوا الصابري. هاد جوج اللي هما عز الدين أناحي مثلا والصابري، ولا عز الدين أناحي وسليم املاح فين كيمتازوا؟ القوه ديالهم هي في التسديد من خارج المربع، حنا قلناها
جديد من خارج المربع. هاد الناس هادو فنان اللهم بارك كيخلقوا واحد التوازن داخل خط وسط الميدان المنتخب الوطني المغربي. ما تجيش تقول لنا بان غادي نلعبوا بالياس الشاعر ولا هاد الثلاثي هما اللي ناجحين، هما اللي يخلقوا واحد التوازن داخل المنتخب الوطني المغربي. ولكن وليد ممكن نشوفوا مع شي مفاجاه عادي جدا، الراي ديالو هذا تيبقى توقع ديالنا. ندوزو الثلاثي ديال خط الهجوم. الاجنحه عندنا شكون؟ عندنا زياش، ما كتخرجش على زياش. ما تقولش لي ابو خلال كاينه الاحتمال ديال انه مصاب. بوفال هنا واش غادي نلعبوا بحمد الله ولا نلعبوا بنصير؟ كيفاش؟ هنا كرواتيا هي اللي غادي تضغط علينا، هي اللي غتستحوذ لابال. دونك محتاجين واحد اللاعب اللي كيدير الضغط وكيدافع مزيان. شكون هو؟ واش حمد الله ولا نصيري؟ باش نكونوا واضحين، ماشي حنا اللي مستحوذين وحنا اللي هاجمين. حمد الله ستيل جو اللي محتاج هو انه حنا اللي نكونوا هاجمين، حنا اللي نكونوا مستحوذين على لابال. نصيري تيرجع معاك الخلف باش نكونوا واضحين. هذا الشيء ما تيقللش من عبد الرزاق حمد الله، ولكن هذه المباراه ديال نصيري ما فيهاش. انا ماشي ضد عبد الرزاق، بالعكس انا نفرح فاش نشوف عبد الرزاق ويتالق وينجح، ولكن هذه المباراه احتمال كبير انه يكون فيها نصيري. نرجعوا دابا القوه ديالنا في الهجوم كاينه في الراسيات ديال نصيري، ولكن عاوتاني ضعيف على مستوى فرجلي. زياش التمريرات، المراوغات، التوغل، الاختراق، ضربات ثابته اللهم بارك. ما غاديش ندير، رغم ان زياش كان المشاكل ديالو مع تشيلسي والى غير ذلك، ولكن هادشي ما تيقللش من زياش. المشكل فين كاين عندنا؟ في خط وسط الميدان، في خط الهجوم المنتخب الوطني المغربي، هو في بوفال. انا نقول لكم انا وضعت بوفال وما وضعت الزلزولي لان الرهان كبير من طرف وليد الركراكي على الخبره ديال بوفال. المشكله ديالو انه مازال ما باغيش يفرق ما بين اللعب ديال الزنقه ديال الشارع ديال الفريستايل واللعب ديال اللعب الاحترافي. هاد اللاعب هذاك لو كان راه قال وليد الركراكي لو انه استغل القدرات والامكانيات اللي عنده كون راه في شي فريق اللي هو كبير. بوفال اللعب ديالو هو لعب عكسي، كيلعب ضدنا في بعض الاحيان. فاش كنكونوا بانين الهجمه ولا فاش كنكونوا بانين واحد المرتده اللي خدمنا عليها كيجي هو كيكاسينا. كيفاش كيكاسي؟ كيبغي يراوغ في واحد الوقيته اللي ما خاصوش يراوغ فيها، الوقيته اللي خاصو يمرر فيها كيراوغ فيها. بوفال عنده مشكله في اتخاذ القرار الاخير باش انه ينهي الهجمه ديالو ولا ينهي المحاوله ديالو، يا اما بتمريره حاسمه او انه على الاقل يسدد نحو المرمى. ما كيديرش هادشي، هذا هو المشكل ديالو. الزلزولي لاعب اللي ما تضيعش له الكره عكس بوفال، الا صاب راسو مخنوق كيرجع لابال ازيرو وكيبداو بناء الهجمه من جديد. هادشي ما كنشوفوش مع بوفال، بالعكس كيزيد يخترق حتى كتمشي الكره وترجعوا عاوتاني ازيرو، ولا كتكون عندنا شي مرتده اللي كنكونوا حنا عندنا احتمال كبير 90% باش اننا نسجلوا الهدف. كيولي علينا حنا الاحتمال انه يتسجل علينا الهدف بسبب انه ضيع الكره ديال واحد المرتده، كيولي مرتده علينا حنايا بسبب بوفال. دونك هنا هادشي هذا هي اللي تفاصيل صغيره، ولكن كنظن بانها ما تخفلش على وليد الركراكي، انه ممكن انه يطرق له ويهضر مع بوفال ويدير جلسات معه. هادشي اللي كيروج في الغالي. في الاخر انا كنتمنى التوفيق من المنتخب الوطني المغربي، عندنا كل الامكانيات باش اننا نربحوا هذه المباراه هذه. راه كما قلت بان كرواتيا راه ماشي هي كرواتيا ديال 2018. كرواتيا اليوم هي واحد المنتخب اللي هو منتخب قوي، ولكن بالامكانيات ديالنا قادرين باش اننا ننافسوا، قادرين باش اننا نربحوا. لهذا بغيتكم انا في هذا الاخير هذا تعطيو نتوما التوقع ديالكم، التشكيله المحتمله، وتعطيو التوقع ديالكم النتيجه ديال المباراه بشحال غادي تخرج. انا ما بغيتش نعطي النتيجه ديال المباراه الله اعلم ولكن متخوف من هذا الماتش هذا والله. ما عرفتي بقى قل من بقى ديك 36 ساعه بحال مكه. كانت الفيديو راه كيتصور دابا الاثنين بالليل، كيتصور هذا الفيديو هذا ماتش نهار الاربعاء مع ال11. ولكن وحق الله العظيم اللي شدني واحد فهمتي، حيت انا كنت خوف من المباريات الافتتاحيه ديال كاس العالم. غنزيدكم بان كرواتيا راه مشاركه 6 ديال المرات في هذا الاخر ديال الفيديو، وغنختم بها. مشاركه 6 ديال المرات، 3 ديال المباريات الافتتاحيه ديالها في كاس العالم خسراتهم. يعني عندنا احتمال باش اننا حنا نربحوه. هادشي لغه ارقام، ولكن راه كتبقى حتى هي راه واخا الورقه، ولكن راه ممكن علاش لا. تحيه وتقدير. وفي الاخير حنا وصلنا لاخر الفيديو، تنبغي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واتمنى ان لا اكون قد اطلت عليكم واحسنت البلاء. السلام عليكم ورحمه الله.